هكلمكم على قفازات الاستحمام اللي موجودة في جرين واي. اول حاجة في القفازات اللي كان موجود من زمان القفاز دوت، طبعا معظمنا عنده، اللي استخدم منتجات جرين واي اكوا ماجيك اهوت. مش عارفة باينة ولا لا في الكاميرا. مهم. دي كان فيها ايونات فضة سيلفر لاين. تمام. دي النسيج بتاعها مش ناشفة قوي، يعني اللي هو تنفع للاستخدام اليومي والاطفال. مفيش اي مشكلة فيها، القفاز كبير بينفع للسيدات وللرجالة، بيبقى سهل جدا ان انت تلبسيه. وفي نفس الوقت يعني بتقدري ان انت تعملي سكراب خفيف للبشرة. تمام. القفاز ده عندي بقاله اكتر من 3 4 سنين مثلا، زي الفل اهو، ما جرالوش اي حاجة. ممكن يكون شكله بقى قديم شوية بس شغال زي الفل وما فيش فيه مشكلة. طبعا عندي اكتر من واحد لان احنا اكتر من فرد. تمام. في بقى قفاز كان في مجموعة اسمها لاسكا سبا، دي بتبقى عبارة عن الليفة الكبيرة دي عشان الظهر وكده، ومعاها القفاز ده حمال اسيا. مش عايزه اقول لكم، يعني القفاز ده زي حاجه كده اللي هو عندنا دلوقتي اللي بنقول عليه اسمها ايه، الليفه المغربيه. بس ده يعني حنين على البشره، مش قاسي قوي زي الليفه المغربيه، بس بيعمل نفس المفعول بتاعها. بصوا النسيج بتاعه مش خشن قوي اللي هو بيعور، بس بيعمل صنفره و سكرابنج البشره فظيع يعني. تمام. سيبنا بقى من كل دول عشان ده كله قديم، خلينا في الجديد. مجموعة كير نزل طبعا قفازات الجديدة، نزل منها اللونين، الكورال والرمادي او البني شوية كده. بصوا بقى يا جماعة، الناحية دي ناعمة كده، تحسيها زي الفوطة في نفس الوقت بتنضف. تمام. طب الناحية التانية بقى، الناحية التانية قريبة شوية من دوت للناس اللي كان عندها القفاز اللي هو بتاع لاسكاس بال اللي هو بيعمل صنفرة. بيعمل سكرابنج جديد، مش يعني مش ضعيف، وفي نفس الوقت حنين، مش عارفة ازاي بس هو فعلا مريح جدا، يعني مع انه يعني تحس ان الحتة دي ناشفة، بس لا حنينة على البشرة، وفي نفس الوقت بتعمل سكرابنج، يعني مش عارفة ازاي بس هو كده. صراحة ممتاز وحلو جدا، اللي برضه بينفع للسيدات وللرجالة، مناسب اهو، سهل وتصميمه حلو قوي، صراحة عجبني جدا. جرين فايبر دولت كده اللونين المتوفرين للقفاز الاستحمام. الناحية الناعمة ديت تنفع للاستخدام اليومي وتنفع للأطفال، حنينة جدا. تنظيف عميق طبعا. مايكرو فايبر عامة بينظف أصلا بطريقة بتختلف عن أي قماش أو أي نسيج احنا عرفناه قبل كده. تمام. ده شكل النسيج من قريب. الناحية التانية دي تنفع بقى للسكرابينج او للتنظيف الاسبوعي اللي هو الاستحمام عميق، يعني سكرابينج بقى وصنفرة ومناطق الداكنة لانه بصوا النسيج بتاعه عامل ازاي. مش عارفة باين في الكاميرا ولا لا، بس اهو. عارفين مش عارفة المفروض اقول كده ولا لا، بس عارفين فوطة الاطباق اللي هي فيها ناحية ناعمة وناحية خشنة؟ هي مش نفس النسيج ده، بس هي الفكرة ده برضو، ده في ناحية ناعمة وفي ناحية خشنة. الناحية الناعمة اللي هو الاستخدام اليومي، لو او للاطفال او كده، او البشرة الحساسة. الناحية الخشنة دي للمناطق الداكنة، للاستخدام الاسبوعي اللي هو الشاور بتاع كل اسبوع اللي هو تنظيف عميق. تمام. المناطق الداكنة الكلام ده. بصوا شايفين الفايبر بتاعه عامل ازاي من الناحية الخشنة، بتعمل سكرابنج حلو قوي وفي نفس الوقت حنينة والله جدا، يعني اللي هو بتخربش بحنية، مش عارفة ازاي بس حلوة جدا. جميل صراحة، ونازل لونين، يعني ممكن تجيبي واحد مثلا لو حريمي واحد رجالي او حسب اللون اللي انت بتحبيه. ممتاز صراحة.